بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. صدق الله العظيم. الزمان قبل 4000 عام تقريبا. المكان حوض البحر الأبيض المتوسط في أغلب الروايات. عندما رست سفينة سيدنا نوح عليه السلام على جبل أرارات وأطلق الحمامة، فعادت إليه بغصن زيتون أخضر في فمها. هل يدل ذلك على أن الزيتون كان على جبل أرارات في آسيا الصغرى؟ ربما لم يسبقها في التاريخ المدون من الأشجار المثمرة سوى التين. الغالب أن شجرة الزيتون نشأت في بلاد الشام. ظلت أشجار الزيتون والتين في فلسطين تسمى أشجار السبيل، تترك دون أن يقطفها صاحبها ليقطعها حلالا كل عابر سبيل. وفي الأساطير أن الأشجار أرادت أن تنتخب ملكة لها، فوقع اختيارها على شجرة الزيتون. وكشفت الحفريات الأثرية في مصر أن المصريين القدماء كانوا يكرمون هذه الشجرة، ويعتقد أن أحد ملوك الأسرة 19 الفرعونية أدخل شجرة الزيتون إلى مصر بعد فتح فلسطين، وتكريما لها أمر أن تلف المومياء بأوراقها. الفينيقيون على الساحل السوري كانوا يعنون بأشجار الزيتون عناية فائقة، وإليهم ينسب فضل إدخالها وانتشارها في سواحل أوروبا الجنوبية وفي شمال إفريقيا. وحظيت شجرة الزيتون بعناية خاصة في اليونان. تقول أسطورة إغريقية إن هرقل زرع شجرة زيتون في قمة جبل أولمب، واتخذها اليونانيون القدماء رمزا للحكمة والخير والسلام، واعتبروها شجرة خاصة بآلهة الحكمة. الرومانيون اهتموا كثيرا بزراعة شجرة الزيتون، ولا يزال الناس يشيرون إلى أشجار الزيتون القديمة بأنها أشجار رومانية. ومنع الرومانيون قطع شجرة الزيتون وحرق خشبها، إلا إذا كان ذلك لتكريم أحد الآلهة. وصلت شجرة الزيتون إلى أوج مكانتها عند العرب بعد الإسلام، وقد ورد ذكرها كثيرا في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية.